من سنة 2000 كانت بطولة صغيرة، عدد فرق محدود، نظام بسيط واهتمام مش كبير. بس دلوقتي كأس العالم للأندية داخل على أكبر نقلة في تاريخه. 2025 هتبقى أول نسخة بالنظام الجديد، 32 فريق من كل قارات العالم، بطولة كاملة على طريق كأس العالم للمنتخبات بس دي للأندية. والكلام ده يا صديقي معناه إن مش بس أبطال الاتحادات القارية هم اللي هيشاركوا، لا ده كمان الوصيف وممثلين تانيين من أكبر دوريات العالم. أندية زي ريال مدريد، مانشستر سيتي، فلامينجو، الأهلي والهلال، الكل داخل المعركة. البطولة يا صديقي بتتكون زي ما قلت لك من 32 فريق، متقسمين على 8 مجموعات، وكل مجموعة 4 فرق، بيصعد أول وتاني لدور 16 وبتبدأ أدوار خروج المغلوب. البطولة يا صديقي هتتلعب كل 4 سنين، وهتتلعب السنة دي في أمريكا في أول نسخة ليها، وعلى نفس ملاعب كأس العالم 2026 للمنتخبات. بعيدا بقى يا صديقي عن كل الكلام الجميل ده، ولكن البطولة مغضوب عليها من أغلب الفرق. بس طبعا الفيفا مش همه اي حاجه غير ان عجله الفلوس تفضل تدور وتزيد كمان، حتى لو ده كان على حساب اللعيبه. لا كمان الفيفا اجبر الفرق انها تلعب بكامل نجومها. من الاخر كده يا صديقي، الفيفا عايز ينجح البطوله دي بالذوق او بالعافيه. انا كده خلصت، لكن عندي سؤال عايز اساله لك. هل يا صديقي البطوله بنظامها الجديد هتقدر تضيف زخم جديد للعبه وللجمهور، وفعلا هتكون بطوله مهمه، ولا هتبقى مجرد تجربه وتتلغي بعدين؟